نجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية الرئيسية في حلقتنا النهاردة من هي والرياضة. هنتكلم فيها عن أهم التمارين الرياضية البسيطة اللي ممكن تتعمل في البيت بشكل أبسط. يمكن احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن استخدام الأجهزة الرياضية في صالات الجيم، وازاي أقدر أعرف إن أنا بستخدمها بشكل سليم، إيه هي الأخطاء اللي ممكن أقع فيها علشان أتجنبها، وإيه هي أضرار هذه الأخطاء. لكن النهاردة احنا هنشوف مع بعض تمارين ممكن واحنا قاعدين في البيت نعملها، ممكن ما نحتاجش لصالات الجيم فيها. هنشوف كمان ايه المناسب منها اللي ممكن نعمله في شهر رمضان بما انه قرب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنشوف حاجات كتير وهنتكلم عن تفاصيل كتير، وهنتكلم كمان عن طبيعه الرياضه في رمضان والاوقات المحببه او الاوقات المفضله لممارسه الرياضه فيها، من خلال لقائنا بدكتور محمد الضفراوي خبير اللياقه البدنيه والتاهيل البدني. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. رمضان قرب خلاص، يعني خلاص ايام ونستقبله. يمكن يعني كل الشارع المصري بيستعد دلوقتي. كل سنه وانت طيبه وكل المشاهدين بخير، وربنا يعيد علينا يا رب الايام دي دايما بالخير والسعاده كده والصحه ان شاء الله. مشكله الرياضه في رمضان ان ناس كتير قوي مختلفه في الموضوع. يعني صحيح. في ناس يقول لك لا انا اعمل مش عارف امتى ولا لا. هو احسن وقت عشان تعمل فيه رياضه الساعه ونص او الساعتين اللي قبل الفطار على طول. تمام. او بعد الفطار ب3 ساعات. المعده تبقى مريحه وما فيهاش اكل والجسم يستعد. تمام. اللي عايز يخس يجي في الوقت اللي هو الساعتين اللي قبل دول، خلاص، عشان نبتدي نشتغل. بس اهم حاجه ما يبقاش شده عاليه. يعني ايه شده عاليه؟ حاجات بسيطه، تمارين خفيفه. يعني ما اعملش بقى جري جامد جدا. لا، انا عايز كله شده متوسطه. يعني لو حجري خفيف، تمام، ممكن اجري نص ساعه، ممكن اجري ساعه الا ربع. تمام. بعد كده بعمل تمارين بشكل برضه ظريف جدا، بحيث ان انا بخلص التمرين بتاعي بروح على طول بفطر. اوكي. التمارين الجري مثلا او المشي، وانا في نص التمرين مثلا حسيت بالعطش الشديد، المفروض اقف خلاص؟ لا، هو الفكره في ايه؟ الفكره ان هو قله الميه دي بتعمل حاجه، بتقلل لزوجه العضله. فممكن يخلينا يبتدي يحصل كرامبات وحاجات في العضله. بس الكلام ده لما بيبقى مثلا زي ما بنقول بيلعبوا ماتش كوره، بيلعبوا سكواش، بيلعبوا عارفه اللي هو انت بقالك مثلا ساعتين 3 اللي هو يعني من كتر ما انت فقدتي كم عرق جامد. ده غير كم الاملاح اللي انت بتفقديها والجسم ما بيعوضهاش. ده ممكن بيعمل لك هبوط، ممكن تدوخي. فعشان احنا نقي نفسنا من ده، انا اكيد قبل الفطار بساعتين هعطش يعني خلاص. بس مش شويه العرق اللي انا هفقدهم في التمرين بشكل خفيف، لان احنا بنقول شده خفيفه. تمام. مش هم دول اللي هيبوظوا لي الدنيا، اللي هيعملوا المشكله. وخصوصا لو انا رايح في ناحيه ايه، في ناحيه ان انا بعمل اكسرسايز. تمام. واكسرسايز كلها هوائيه. تمام. وفي نفس الوقت ان هو الشده بتاعتها ظريفه. لو بعمل تقويات في الجيم او بعمل تمارين يعني في البيت ما فيهاش مشكله خالص. ممكن اصلا ما تصيبش بالعرق او انه الجسم اصلا يفقد كميه ميه، مجرد حركه خفيفه للعضلات. حتى لو عرقت برضه مش هعرق العرق اللي هو اكني بلعب مثلا ساعه ونص سكواش بالظبط. او بلعب ماتش كوره ساعه ونص. يعني فاهمه قصدي؟ يعني ده مختلف خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده مره جم سالوني سؤال، قالوا لي بص، بعيدا عن التدين تمام، الناحيه الدينيه يعني. بعيدا عن الناحيه الدينيه. انت عندك فرقه كوره دلوقتي وهيلعبوا ماتش في رمضان، خلاص، وهم صايمين، تقول لهم يفطروا ولا يفضلوا صايمين؟ قلت لهم بعيدا عن التدين اقول لهم يفطروا. تمام. انما في حته التدين بقى الدين ده المفتي او الشيخ او المسؤولين عن الافتاء هم اللي يقولوا بقى يبقى حرام ولا حلال يعني. فقالوا لي، قلت لهم لان هو كم الاملاح وكم الميه اللي هيفقدوها هيقلل لزوجة العضله، هيبتدي يحصل كرامبات، هيبتدي يحصل حاجات كتيره قوي. صحيح. تمام. هيبتدي يحصل لهم هبوط، هيبتدي في حاجات كتير قوي الناس لازم تخلي بالها منها. بس فاحنا بنتكلم بشكل بسيط جدا. عايز تعمل رياضه قبل الفطار، اعمل قبل الفطار بساعه ونص ساعتين، بحيث انت تخلص تروح داخل على طول على الفطار. بس الدارج عندنا يا دكتور الناس تحب تلعب رياضه قبل الفطار يعني ساعه الا ربع ساعه. ما هو خلي بالك انت تمرينتك بتاخد قد ايه؟ يعني في ناس بتقسمها على فكره، يعني في ناس بتقسم مثلا النص ساعه دي قبل الفطار مشي وحاجات خفيفه، تمارين خفيفه،
وبعد الفطار بساعتين او 3 يبتدوا بقى التمارين التقيله بتاعتهم. ما فيش مشكله ده لو صح. هو عنده وقت وعايز يعمل كده، لان في ناس تقول لك ايه، لا انا بعد الفطار بقى انا عايز اقعد اصلي بقى تراويح، خصوصا في العشر الاواخر بالظبط. بتصلي تراويح وتهجد ومش عارف، يا آه. دوبك انت بتفطري وتدخلي صلاه عشاء بتلاقي تراويح وتهجد. خلاص اليوم البروجرام خلص. بروجرام في رمضان بيبقى مزدحم بشكل رهيب من وقت الفطار كمان تحديدا، سواء كان بقى مسلسلات رمضان، مواعيد الصلاه، صلاه التراويح، صلوات التهجد، فبيبقى يعني ناس كتير قوي بتبقى عندهم اولويات كتير مختلفه في رمضان عن صح. الايام العاديه. صح. فعشان كده احنا دايما بنقول ايه، اهم حاجه ان انا اعمل رياضه، لان ده فرصه الناس اللي عايزه تخس وعايزه تعمل شيب حلو. رمضان فرصه كويسه جدا، لان انت مواعيد اكلك متظبطه صح. تمام. فده بيبقى مهم جدا ليك، ان هيساعد ان انت تخس، وان انا ما املاش بطني وابتدي اكل الفطار، وبعدين بعد الفطار بشويه ممكن اكل وجبه تاني، وبعدين على السحور يعني. فلا بالعكس، رمضان فرصه كويسه جدا الواحد صحته تبقى احسن. تمام. وان هو يمارس رياضه بشكل كويس، وبعدين صوموا تصحوا يعني. صحيح. تمام. طيب احنا ابتدينا على طول اهو ده التمارين اللي ده, حضرتك ده محضرها. تمرين سهل جدا يتعمل في البيت. تمام. ده بيشغل المنطقه السفليه بتاعه البطن اللي هي اللور ابس. تمام. ده ممكن يتعمل بالطريقه اللي هو عاملها كده، تبقى ايده بالمنظر ده. ممكن لو انا في الاول لسه مبتدئ والموضوع صعب عليا، ابتدي احط ايدي تحت ظهري، تبقى ايدي تحت وسطي بالظبط، تحت تمام؟ اخر الظهر. تحت وسطي. وابتدي اتني رجليا سنه صغيره. التنفس مهم جدا وانا شغال. ووضع مشط الرجل كمان اكيد مهم يا دكتور. ده عادي زي ما هو عامله كده، بسيط جدا. مشط الرجل على قدام. لا بوينت مش فليكس، يعني مش شده عليه قوي. لان لو شده عليه قوي هيشغل معايا كمان العضله الاماميه بتاعه الفخذ بالظبط، وبتبقى مؤلمه اكتر على فكره. فانا عايز الموضوع يروح اكتر الاساسيه، العضله الاساسيه بتاعتي في التمرين ده العضله بتاعه المنطقه السفليه بتاعه البطن، اللي هي بنقول اللي من تحت السره دي. اوكي. تمام. فاهم حاجه، وانا طالع اطلع النفس، وانا نازل برجليا اخد النفس. لان النفس مهم جدا، احنا قلنا قبل كده، علشان خاطر ما يعملش تمزق في العضله. تمام. وفي نفس الوقت يمدني بالاكسجين اللي انا محتاجه وانا شغال، فهيخليني اشتغل احسن، وهيخليني اشتغل بشكل اظرف ومن غير ما اتعب يعني. طيب التمرين ده تكراره بالنسبه للناس المبتدئه عن الناس اللي هي في مراحل متقدمه؟ ده الناس المبتدئه هيعملوا من مجموعه لمجموعتين. تمام. في الاول كده بدايه الاحساس، اللي هو اول ما يبتدي يحس بالعضله ابتدت توجعه يروح موقف. تمام. بعد اسبوعين 3 او بعد اسبوعين نبتدي نزود مجموعه كمان. تمام. اسبوعين نزود مجموعه كمان، لغايه ممكن اوصل ان انا بعمل 4 5 مجاميع. خلاص. تمام. وهيلاقي ان هو ابتدى كمان التكرارات بتاعته تزيد. يعني بدل ما كان بيعمل مثلا اول مجموعه 5، تاني مجموعه 10، تالت مجموعه 5، لا ممكن يعمل 3 مجاميع يلاقي نفسه بيعمل 30 في ال3 مجاميع. تمام. طيب التمرين اللي احنا شفناه من شويه، معلش يا جماعه عشان ده البلانك. تمام. بس هي الفكره ان هو هبقى محتاج ان انا بطني تطلع فوق سنه صغيره. صح. تمام. الوضع ده مؤلم او غلط يا دكتور؟ ما هي بصي، انا حبيت ان انا اوري الناس دي، لان اغلب الناس بتعمله بالمنظر ده. ده مؤلم للظهر. تمام. فعشان كده انا كنت قاصد ان نجيب الشكل ده عشان نقول للناس لا انت لازم تعلى فوق شويه. تمام. علشان تبقى ستريت، لان 99% من الناس لما بتيجي بتعمله بالمنظر ده. وده بيأثر على ظهرهم. فانا قلت اوري الناس الحاجه الغلط خلاص عشان يبقى سهل. انما لو جبت الصح. تمام. وخصوصا في البلانك، لان البلانك في ناس كتير قوي يا اما بتروح عامله ظهرها بيبقى عامل كده اكتر. خلاص. انا اتخيل ان اخر الظهر هيبقى مؤلم جدا بعد فتره. ده النزوله لتحت دي. وبعدين ده تمرين عشان بطن. يعني ده تمرين العضله الاساسيه فيه عضله البطن. اقوم اذي الظهر. تمام. وبيبقى شغال معايا ايه اللذيذ في البلانك، ايه ان هو بيبقى الظهر مساعد، الكتاف مساعد، الشست مساعد، الرجلين مساعد، ففي عضلات كتيره قوي داخله مساعده. تمام. واحنا ده بنقيسه ازاي بقى، يعني ده بنعمله ازاي، ان هو بيفضل برضه واقف في الوضع ده وبيتنفس كويس جدا وراسه في النص زي ما كنا عاملين، ما عدا ان هو ظهره بس هيعلى فوق شويه. خلاص عشان يبقى الوضع الصح، لان الوضع اللي احنا عرضناه مره ثانيه يا جماعه ده الوضع الغلط. تمام. يبقى ستريت. خلاص. وبيشوف هيقدر يقعد قد ايه، يعني حتى ممكن يحط التايمر، يحط ستوب واتش كده قدامه بتاعت الموبايل. خلاص. ويشوف
يعني بيقعدوا حتى الصحاب مع يعد بعض بقى. كل واحد يشوف اخره يقدر بينافس يجيب التاني كام. يقدر يقعد اه عدات اكتر. بس في الحاله دي وانا بجرب نفسي فيها، تعبت او وجعتني او حسيت انه لا، انا عضلاتي مشدوده لدرجه ان انا مش قادره استحمل، خلاص لازم انزل. اوقف. طبعا طبعا. وممكن يزيد الوقت بعدها بفتره عادي، مفيش مشكله، تاني لا يوم على عادي. فكره اللي هيواظب على البلانك يوم ويوم لا، مم. لو هو ابتدى ب 20 ثانيه مم. على اخر الشهر ممكن يلاقي نفسه مثلا بنتكلم في 3 دقائق 4 دقائق ممكن يوصل. طبعا. جميل. يعني عارفه، وده تمرين ستاتيك، ده تمرين ثابت يعني. فبيعتمد على القوه اكتر، يعني بنبقى رايحين لقوه اكتر بتاعت عضلات البطن. طيب سؤالي وده بقى، كويس جدا للناس اللي عندها برضه ديسك. اكيد. سؤالي بقى يا دكتور، يعني انا بعمل التمارين دي في البيت لوحدي، واحنا بنتعلم مع بعض ازاي ده يبقى صح وازاي ده يبقى غلط، وابقى حذره وانا بعمل التمرين ده عشان ما اقعش فيه اخطاء. لكن انا هبقى محتاجه احماء قبل التمارين دي، ولا دي من النوعيه اللي مش محتاجه؟ لا مفيش تمرين مش هبقى محتاج احماء فيه. طيب في البيت بقى انا اعمل احماء ازاي؟ عارفه تعملي ازاي؟ انا هشوف طرقه عندي. خلاص. هبتدي امشي او اجري فيها خفيف رايح جاي. خلاص. لمده مثلا 5 دقائق، او هبتدي امشي في مكاني او اجري في مكاني لمده 5 دقائق. خلاص. او يعني لو عندي مشايه في البيت، لو عندي مشايه بقى في البيت، عندي عجله، عندي اليبتيكال اللي هو الكروس ده، يعني اي حاجه هطلع عليها 5 دقائق ل 10 دقائق. تمام. اوكي. بس صدقيني يعني في ناس ما كانش عندها حاجه خالص، تمام، كنت بخليهم يقفوا ويفضلوا يجوا في مكان، حتى المكان مثلا اللي بنعمل بيه في البيت ولا حاجه صغير ضيق، بيقفوا، يبتدي يقف في مكانه. على فكره لو حد واقف كده بيتفرج على التلفزيون وعمال بيجري وبيرفع ركبته خفيف كده، تمام، هتلاقيه بعد يمكن 3 دقائق ولا حاجه ابتدى ينهج وابتدى يعني الموضوع هيشتغل هيشتغل معاه كويس. وبعدين نبتدي نعمل استرتشات خفيفه. تمام. واحنا كنا عرضنا قبل كده موضوع الاسترتشات ازاي نجهز جسمنا في الاحماء. تمام. وبعدين يبتدي يخش، يعني الموضوع ده هياخد له مثلا ربع ساعه. وبعدين يبتدي يخش بقى الاكسرسايز دي. تمام. طيب بقيت بقى التمارين اللي حضرتك محضرها لنا، جايبين فيه تمارين للرجلين، وده سايد بلانك. تمام. ده بيشغل العضلات اللي هي بتاعت السايد والاوبليكس. طب ده وضعه صح؟ تمام. ده تمام. اوكي. بس الفكره في ايه بقى، ان ساعات لو احنا عايزين نسهلها شويه على الناس، يبقى رجله اللي فوق دي ورا، ده بيبقى اسهل. اوكي. ولو عايزين نسهلها اكتر خالص، بنروح منزلين الرجل اللي تحت من اول مشط الرجل لغايه الركبه، نروح منزلينه على الارض. اوكي، يعني نريح الجزء الثاني من الرجل لتحت. وده بنشتغله ستاتيك زي ما هو عامله كده. خلاص. وبنشتغله دايناميك ان هو بيبتدي ينزل ويطلع ينزل ويطلع. خلاص. بس وضع الوسط كده يا دكتور، ولا المفروض يترفع شويه برضو؟ لا، هو مبدئيا ده للمبتدئين يعملوه كده، لان مش هيقدروا يطلعوا. في ناس ما بتقدرش ترفع خالص. تمام. فالمبتدئين ده بالنسبه لهم كويس جدا. خلاص. بس لو انا قادر ان انا ازق فوق شويه، خلاص اوكي. مش قادر، في ناس بنبقى حاطين رجليهم اللي هي من عنده ركبته بتاعت رجليه اللي تحت لغايه مشط رجله على الارض وبرضه مش قادر يطلع شويه. فده من ضمن التمارين الكويسه قوي برضه عشان السايد وعشان الاوبليكس اللي هي العضلات اللي هي الجانبيه دي بتاعت البطن. وبرضه على حسب طاقه التحمل الوضع ده، ولا عنده بس ده مهم بقى ايه، ان انا دلوقتي ابتدي بالجنب الاضعف. طب هعرفه ازاي؟ انا لو بستخدم ايدي اليمين يبقى هبتدي دايما بالجنب الشمال. ونفس التايم اللي هو قعده في الجنب الشمال يروح ناقل عامله بالجنب اليمين، حتى لو ما حسش بوجع. يعني ما اجيش مثلا اعمل 30 ثانيه على الجنب الشمال واجي في الجنب اليمين اروح عامل دقيقه. لا، انا هعمل 30 ثانيه على الجنب الشمال واروح ناقل على الجنب اليمين عامل 30 ثانيه برضه، حتى لو ما حسيتش بيهم. بس لازم اي حاجه فيها جزئين، فيها جنبين. تمام. يعني زي حتى في الايدين، لو انا بشتغل مثلا تمرين البايسبس ورحت جاي مثلا عامل بالايد الشمال، عايز اشتغل ايد وايد، فبشتغل بالايد الشمال الاول، عملت 10 عدات ب5 كيلو. تمام. جيت في اليمين ممكن اعمل 30 عده بال5 كيلو، لا انا هعمل 10 عدات بس. وممكن انا اعمل 15 عده، تمام، او 10 عدات ب7.5 كيلو في الشمال، واجي اعمل 10 عدات بس ب5 كيلو في اليمين، لغايه ما ابتدي اعمل بالانس شويه، عشان دايما ايدينا اليمين تبقى اقوى، الناس اللي بتستخدم ايديها اليمين. فعشان ما يلاقيش احنا، عشان نظبط الشيب بتاعنا، عشان ما نلاقيش، لان في ناس بتلاقي عنده تقسميهم نصين كده، لو شفتيهم لابسين المايو، تمام، الجنب اليمين ده عضله صدر وكتاف وباي وتراي وكده، تمام، والجنب الشمال بتاع اخته الصغيره، يعني فاهمه ازاي؟ والله يعني فاهمه. ده يرجع لطبيعه التدريب بشكل صح. دي بتلاقيها دايما عند ايه بقى، الناس اللي بتلعب سكواش، تلعب تنس،
بتلعب ريشه طايره اللي هي البادمنتون، اللي دايما بيعملوا رياضات بتعتمد على نص الجسم بس. تمام. فدايما لو هو في تمرينه الفتنس بتاعته ما بيعملش البالانس ده، ما بيعوضش ده، تمام، بتلاقي عندهم المشكله دي، وبعدين بتعمل بعد كده مشاكل في العمود الفقري. لان اي عدم توازن في العضلات على اي مفصل او او على العمود الفقري، ده بيبتدي يعمل مشاكل عندنا في الموضوع في الظهر. طيب لو لسه في معانا تمارين تانية يا جماعه نبتدي نعرضها عشان الدكتور يشرحها لنا. اتفضل. ده تمرين بنسميه العجله. تمام. ده بيشغل الجزء اللي هو السفلي برضه بتاع البطن. تمام. اوكي. فده ممكن برضه يتعمل اللي هو زي ما هو عامله كده، وممكن احط ايدي تحت وسطي. تمام. واعمله. ده العضله الاساسيه بتاعتي تحت اللي هي وسطي، بس الراس بقى هتبقى مريحه، هتبقى على الارض. تمام. اوكي. الناس دايما بقى اللي عندها ديسك مثلا في رقبتها او حاجه، دايما يجيبوا مثلا مخده صغيره كده علشان راسهم ما تبقاش نازله قوي، يبقى راسهم ستريت ومستريح. تمام. الفرق بين وضع الراس والايد كده للتمرين ده، والفرق بين ان هم يبقوا مريحين والايد تبقى ورا الوسط، ده في الوظيفه التاني هيبقى اسهل شويه، يعني هيبقى رافع مريح الظهر. خلاص. والناس مثلا اللي هي عندها ديسك وعندها حاجه، يفضل ان هو يحط ايده كده تحت وسطه. ساعات بنعمل ايه بقى، بنجيب فوطه خلاص وبنلفها لهم، نبرمها. اوكي، ونروح جايين حاطينها لهم ايه تحت وسطهم بالظبط، عشان تبقى ظابطه الظهر، عشان ما ياثرش على الفقرات بتاعه المنطقه القطنيه. تمام. لكن وضع الراس، يعني اعتقد ان الراس وهي مرفوعه كده ده بيأثر على الكتف والرقبه. لا، هو بس ساعات الرفعه بتاعه الراس دي بتروح شاده معايا العضلات اللي ايه، العضلات اللي هي بتاعه الابر، اللي هي العضلات اللي فوق بتاعه البطن. فيعني عشان يبقى ايه الافكت اعلى شويه، ان هو مشغل عامل كرانش صغير كده، فمشغل البطن اللي هي اللي فوق مع اللي في النص مع البطن اللي تحت، يعني عشان يبقى التمرين اصعب سنه. جميل. طيب التمرين اللي بعد كده يا جماعه لو سمحتوا. شكرا. ده تمرين علشان خاطر العضلات اللي هي الخارجيه دي الجانبيه بتاعت الفخذ. تمام. اللي هي بنسميها الابداكتور. اوكي. ده اهم حاجه. شايفه مشط رجلي عليا ازاي؟ ده بقى مشط رجلي فليكس مش بوينت، يعني واخد مشط رجلي عليه. شايفه ازاي؟ شده عليه. ايوه. تمام. وببتدي اطلع، عشان الناس بتغلط في التمرين ده. انا بصي بيطلع قد ايه 45 درجه وبينزل. تمام. طبعا بنعمله بسرعه اخف من كده شويه. تمام. وانا طالع بطلع النفس، وانا نازل برضه باخد النفس. في ناس بتطلع بقى لغايه الاخر خالص. تمام. لا، ده كده انت اللود اللي واقع على العضله ما بيبقاش 100% زي ما احنا عايزين. انما كده لما بطلع يعني 45 درجه، ده الضغط على العضله بيبقى اعلى من انه يخلي الزاويه 90. لغايه ما يطلع فوق قوي. وده ده انا ده ما بيبقاش، لان انت خلاص بتطلعي زي بالظبط تمرين البطن. تمرين البطن الناس اللي بتطلع، وهنشوفه برضه انا جايبه، الناس اللي بتطلع للاخر. تمام. انت كده الافكت اللي حاصل على العضله، التاثير اللي حاصل على العضله اقل بكتير جدا من انت لو بتطلع 45 درجه وتروح نازل تاني. عشان اقل كده واسهل كمان. عشان كده دايما بقول لهم ايه، بقول لهم افرد ايدك خلاص، وخلي ايدك تلمس ركبتك وارجع تاني، واطلع وانا ظهري مفرود وراسي مظبوطه، ما زقش براسي. تمام. ما زقش بكتافي جامد، لا انا طالع ستريت وما ما تنيش قوي، لا انا طالع وايدي اهو، مجرد ما ايدي لمست ركبتي ابتدي انزل تاني. وبرضه وانا طالع اهو، شايفه؟ تمام. وانا طالع بطلع النفس، وانا نازل باخد النفس. شايفه ازاي؟ يعني وانا طالع ببتدي اطلع النفس، وانا نازل اخد النفس. بفتكر التمرين ده لما بيطلب مني اعمله بحس بمأساة. ما هو بصي زي التلميذ اللي رايح المدرسه وطلب منه حاجه صعبه. بالنسبه لي التمرين ده كده على فكره. ما هقول لك حاجه بقى، نفترض ان انت مش قادره تطلعي حتى ال 45 اللي هو بيطلعها دي. لا انا بعمله، بس انا ببقى منتهيه بعدين بصراحه. ما هو بصي بقى، دايما في التمرين ده بالذات، والتمرين اللي احنا يعني قبل كده وريناها للناس، اوصل في الاول لو انت مش متعود على الرياضه، اوصل لبدايه احساسك بالوجع في العضله. جاست البدايه. هو مش بيبقى احساس بوجع فقط، هو بيبقى فيه حراره، بحس ان فيه حراره كبيره طالعه من العضله. ما هي بقى بصي اللي هو ايه، بيبتدي مرحله السخونه دي، ويبتدي مرحله الالم الجامد ده. فبتدي بقى احس بالطفشان يعني. لا ده انا مش عايز اوصل له وانا لسه في الاول ببتدي. لا انا عايز اعمل ايه، ابتدي مثلا احساس
حتى دايما الناس لما والله يا بتجيلي دكتور هو اوله زي اخره، اوله والله بيوجع لا برضه. والله اقول لك حاجه، عارفه بقول لهم ايه، اعملوا ان شاء الله 5 عدات، يقول لي 1 2 3 خلاص، لا انا 4 3 هوب، مجموعات يجي في الخامسه لا يقول لي ابتديت احس بالوجع، خلاص وقف. لا 3 مجموعات 10 عدات ومفيش حاجه اسمها احساس بالوجع، هنكمل يعني هنكمل. لا مفيش كده بقى. طب انا عايز افهم حاجه، على اي اساس انت هتعملي 10 عدات في 3 مجموعات؟ امتى اقول الكلام ده؟ لو انا جيت عملت لك تيست خلاص، لقيت ان انت مثلا الماكسيمم اللي انت ممكن تعمليه خلاص 15 عده او 20 عده، ساعتها انا هاخد منهم ال 60% واخليكي تعملي بيهم 3 عدات، فساعتها انا هفرض عليكي عدد معين انت هتعمليه. انما اللي هو في العادي بقى المطلق اللي كل الناس ماشيه بيه، يقول لك لا التمرين ده تعمله 15 تكرار في 3 مجاميع. طب ما هو 15 دول بالنسبه لواحد ممكن يبقوا حلم ما يعرفش يجيبه تمام، وال 15 دول لا هو بالنسبه بيجيبه بس هو بيبقى مش طايق نفسه لا الحقيقة. وفي واحد بجد ممكن يبقى حلم يعني كبيره يقدر يعمل 5 مثلا ولا 7 ولا 10 في 3، وممكن ال 15 دول لواحد تاني يبقوا هزار ولا هيفرقوا معاه. فعشان كده اغلب الناس بره دلوقتي بنبقى ظابطين يا اما بحاجتين، ان انا عامل لك تيست لكل عضلاتك فانا عارف انت الماكسيموم بتاعك كام، باخد منه بقى ال 60% 70% 80% حسب الهدف اللي انا عايز اوصل فيه في التمرين، او ان انا بشتغل بالاحساس، والاحساس ده درجات، في الاحساس الاولي اللي احنا دايما نقوله اول احساسك بالالم، في الاحساس اللي هو بقى اللي هو الاخر اللي هو انت هتتوجع تبقى ما فيش عده كمان قادر تعملها تمام، وده له هدف وده له هدف. فاحنا بنقول لهم لا في الاول خلينا الاحساس اللذيذ خالص اللي هو مجرد ما بحس بالوجع اوقف، وشويه شويه الاول كنت بحس عند 5 بقيت بحس عند 7 بقيت بحس عند 10 بقيت بحس عند 15، عشان الناس ما تكرهش الرياضه. ما هي الناس لما بتيجي تبقى دايما اوفرلودد في التمرين، انت فيها حمل عالي حمل عالي حمل عالي تمام، بيبقى داخل يعني نفسيته بقى يقول لك يا وقت العذاب. لا هي تمارين يعني، في تمارين واحد يبقى مبسوط ان هو رايح لها، وفي تمارين واحد بيحاول يلف وشه الناحيه الثانيه ويروح في حته بصراحه. الموضوع بيبقى وفي ناس بتفضل، يعني انا منهم، ماشينز بالنسبه لي افضل كتير من ان انا اقعد اعمل تمارين. بص انا هقول لك حاجه، في ماشينز بالنسبه للبطن تمام ممكن تعوض ان انا اشتغل ده، بس الفكره في ايه؟ ان العضله لما بقعد شغاله على شكل معين او على حاجه معينه فتره تبتدي تتعود على الشكل ده، فعشان اعمل تاثير كويس للعضله لازم ابتدي اغير في الاشكال. عشان كده في مثلا 150 200 شكل بطن تمام، انا بقسمهم درجات وبقسمهم ده ليفل كام ليفل كام ليفل كام، وبعدين ببتدي كل ليفل مثلا ممكن الاقي فيه 15 20 تمرين، ابتدي مثلا ب3 وبعد شويه اغيرهم واحط 3 مكانهم عشان العضله ما تتعودش على الشكل ده ويبتدي يحصل استفاده اكتر. فعشان كده ممكن انا بشتغل شويه بالماشينز لغايه ما جمدتها شويه لو انا بروح جيم خلاص، بعد كده ابتديت رحت داخل على التمارين الارضيه، بعد كده رحت جامع ارضي وماشينز مع بعض تمام. بس اقول لك حاجه، انت لو بتاكلي اكله حلوه خلاص وبتحبيها جدا بس كلتيها زياده عن اللزوم، ما انت هتتعذبي برضه، تحس ان انت مش قادره تتحركي والواحد مش عارف ياخد نفسه وهيموت صح؟ بالظبط. فاي حاجه بتتعمل صح لو انا اكلت الكميه الصح اللي هتفيدني هبقى مستمتع. هي الرياضه كده، لو انا عملت الرياضه بالشكل الصح بالكميه الصح الحمل الصح اللي هيفيدني تمام هبقى مستمتع بيه. طيب سؤال، ودايما البنات الحقيقه بيسالوا السؤال ده، استخدام الدمبلز. في بنات بتقلق لما بتكون الاوزان بتاعه الدمبلز تقيله شويه، بتخاف من شكل انه العضله عندها تتغير تقلب شويه فيبقى ياثر على شكل انوثتها. الدمبلز واستخداماتها الصح واستخداماتها الغلط. بصي اولا انا مش عايز الستات تخاف ان هي يبقى عندها عضلات زي الرجاله. لا بتخاف. لا ليه بقى؟ لان انا علشان الراجل يطلع العضله بالشكل ده والدراع يبقى كده ومش عارف ايه تمام، ده مثلا يجي يشتغل بايسبس بيشتغل مثلا 4 اشكال للبايسبس، كل شكل بيعملوا مثلا 4 مجاميع اوكي، فده غير ان هو بعد ما بيخلص تمام بيروح واخد مكملات غذائيه تمام. في بنات بتاخد مكملات غذائيه، في بنات تاخد مكملات غذائيه بس الفكره في ايه؟ دول بقى اللي هم ساعات بيبقوا بيلعبوا رياضه معينه او الكلام ده، بس برضه مع ان هي بتاخد المكملات الغذائيه عشان تزود القوه العضليه بتاعتها
خلاص، مش هتزيد بالضخامه اللي زي الواد، لان هي مثلا ما بتمرنش العضله بالكميه اللي الولد بيمر العضله بيها. يعني بقول لك الولد بيعمل مثلا في التمرين للبايسبس مثلا 4 اشكال، البنت هتلاقيها بتعمل شكل او شكلين. واغلب البنات حتى اللي هم مهما دراعهم كان بيبقى الوزن مليان، اتقل، يعني تمام؟ مهما كان الوزن اللي بيشتغلوا بيه اتقل ما هي خلي بالك، انا الفكره في ايه برضه، ان انا دلوقتي انت كبنت انا عايز اخلي شكل جسمك كويس، بالزبط. شكل دراعك كويس، خلاص. فباجي لو انت ما عندكيش عضلات خالص، ببتدي واحده واحده لغايه ما يبتدي فيه شكل عضله كويس. خلاص انا وصلت ان انا مش عايز اكبر العضله عن كده، ببتدي اشتغل معاكي تونينج بقى، اللي هو ايه، وزن خفيف تكرارات كتيره، فيبتدي يعمل شيب شد بقى، تمام، من غير كده. حتى اقول لك انا حاجه، انا البنات والستات اللي بيجوا لي ما بحبش اخليهم يطلع لهم 6 باكس زي الرجاله. ليه؟ شكلهم بيبقى يعني فاهم، يعني مش حلو. يعني برضه اهم حاجه ان الست لما تعمل رياضه، تعمل رياضه وهي محتفظه بشكلها الانثوي، ما تبتديش تخش شكلها يبقى في تخصصات تانية يعني فاهم اللي هو يعني آه. جوزها مثلا يدي عليا يقول لي انا بقى واحد صاحبي قاعد معايا في البيت. انت فاهم قصدي ازاي؟ صحيح. لان في فعلا كده، يعني في بقى عندهم ترابيس وعندهم كتاف وعندهم باي وتراي واقول لك حاجه، يعني انشف من الرجاله كتير. تمام. صحيح. ليه؟ بيضربوا سبلمنتس وبيضربوا حاجات جامده لدرجه ان فيهم، وفي فعلا ناس بتقول انه البنات لما بيطلع لها العضلات دي، بالذات البنات اللي هم في كمال الاجسام، لانه احنا عندنا في كمال الاجسام، بيقولوا بيعتمدوا على سبلمنتس وعلى حاجات تانية هي اللي بتعمل كده، مش فكره التمرين فقط يعني. لا، ومشكله في حاجه كمان، وانا شفتها في بعض لاعبات، ساعات بيروحوا ياخدوا الهرمون اللي هو التستوستيرون، دي حقيقة. تمام، صحيح. اللي هو في كمال الاجسام وفي الجيمات بيسموه الزيت، تمام، اللي هو بيضرب الحقنه بتاعته بعد شهر ونص يبقى زي الطور، خلاص. وده له تاثيرات قويه جدا. طبعا له تاثيرات جامده جدا. عايزين نعمل له حلقه لوحده. فهي بتعرفي منين ان ساعات في بنات بيبتدي يطلع لها دقنها بتتقل زي الرجاله؟ ليه؟ لان هي بتاخد ده هرمون الذكوره. لا، وطبيعه شكل الوش بيتغير، تحس انه في ده بقى طلعت. ما هو بصي بقى، ده اللي هو العظم كده اللي هو بياخده هرمون اللي هو النمو اللي هو الجي اتش، تمام. أوكي. خلاص، اللي هو الجروث هرمون ده بيبتدي يخلي العظم بتاعهم يبقى اعرض، يبتدي يعمل حاجات، وبرضه له مضار جامده جدا. يمكن اقول لك حاجه بقى في اخر الكلام بتاعنا، اللي بياخد جي اتش من اخطر الحاجات ليه ان هو لو عنده اورام سرطانيه كامنه، ما هو ممكن واحد يفضل عايش طول عمره عنده ورم سرطاني كامل ويموت وهو ما يجيلوش سرطان. اللي عنده اورام سرطانيه كامنه ممكن بتنشط لما ياخد هرمون الجي اتش. ربنا يسلم الجميع ويحفظ الجميع يا رب، والناس كلها تخاف على نفسها وتخاف على صحتها واجسامها. هي يعني احسن حاجه، اجسامنا امانه عندنا اصلا. التمرين الصح والاكل الصح. لو خدت اي مكملات تبقى مكملات اللي هي الكويسه الامنه. صحيح. تمام. اللي اي حاجه بتعمل الموضوع بسرعه جدا اعرفي ان هي فيها حاجه غلط. دكتور محمد، بنشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا وعلى الحلقه المميزه. شكرا جزيلا يا فندم. اهلا بيك. وكان معانا دكتور محمد الضفراوي، خبير اللياقه البدنيه والتاهيل البدني. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، واكيد هيتجدد اللقاء مع حضراتكم غدا وطاقم عمل جديد وبرنامجكم هي ورياضه.